المقاسات على المانيكان، هناخد جميع انواع المقاسات للسواريه وللدرسات العاديه واي لبس انت بتلبسيه، هناخد المقاسات كامله وكل حاجه بعد كده ليها ايه؟ ليها مقاس. اول حاجه باخدها باخد عرض الظهر من العظمايه دي للعظمايه دي، باخد عرض الظهر من العظمايه دي للعظمايه دي. عندي عرض الظهر هنا 36 سم، 36 سم، تمام كده؟ تاني حاجه باخدها ايه؟ ميل الكتف. ميل الكتف باخدها عندي من اخر حركه الرقبه لحد برضو العظمايه، من اول حركه الرقبه كده لحد العظمايه. ميل الكتف عندي هنا 11 سم، ميل الكتف عندي كده 11 سم. طيب نركز بقى في اللي جاي. طيب انا عندي عرض الظهر في ايه؟ في كتفين ورقبه، صح كده؟ انا عندي عرض الظهر هشيل منه الكتفين، هيتفضل عندي ايه؟ الرقبه. عرض الظهر 36 والكتف ده 11 والكتف ده 11 يبقى كام؟ 22. 22 ناقص 36 هيتفضل عندي كام؟ 14 سم. يبقى حرة الرقبه هيتفضل عندي كام؟ 14 سم. يبقى انا قست عرض الظهر، شلت منه الكتفين هيتفضل عندي الايه؟ الرقبه. عرض الظهر هشيل منه الكتفين هيتفضل عندي ايه؟ الرقبه. يبقى الرقبه عرفتها ان هي 14 سم من ايه؟ من عرض الظهر ومن ميل الكتف، تمام كده؟ تاني حاجه دوران الصدر، ده كده من عند الكلمتين دول كده اللي هو قصاد النهد بالظبط كده اهو كده، وبخلي ايدي خفيفه ما بقربش قوي المزوره، بتبقى يا دوبك ايه؟ قاعده جايه كده. طيب عندي هنا دوران الصدر كده 90 زائد 8 سم اساسي، 90 زائد 8 سم هيبقى كله كام؟ 98. يبقى دوران الصدر عندي 98. واحده تقول لي طب بتزودي لي 8؟ عشان البراهات اللي بتتلبس بتختلف، في البوش وفي العالي وفي اللي كده، فلازم ندي البراح. عندي 3 دورانات اساسيه في الجسم: الصدر، الوسط، الارداف. الصدر والوسط والارداف، او النهد والصدر والايه؟ والهب. ماشي؟ بزود 8 سم، 4 سم، 8 سم، 8 4 8 8 4 8. الحاجات دي اساسيات. طيب تاني حاجه هاخدها، هاخد دوران ايه؟ الوسط. عند دوران الوسط برضه نفس الطريقه، لازم الدنيا تبقى معايا مرتاحه كده، ما امسكش الوسط وقرط قوي خصوصا على الجسم فهيخش سيليكون. ماشي؟ ومش عايزين نضغط جامد لجوه. انا عندي هنا 70 سم زائد 4 يبقى كام؟ 74. 70 سم زائد 4 يساوي كام؟ 74. يبقى الوسط عندي كامل 74. دوران اكبر حاجه الوسط بس ثانيه، وخدنا ايه الزياده بتاعت الاربعه. هنيجي عند الارداف كده، نادي برضو من منتصف الارداف بالظبط كده كده، وبرضو لازم الدنيا تبقى معايا مرتاحه. نركز نركز ياسين، نركز الاول. يبقى دوران اكبر حجم ونخلي الدنيا كده مرتاحه معايا، تمام كده؟ هنزود عليه كام؟ هو هنا 94. 94 زائد 8 يبقى 102. 94 زائد 8 هيساوي 102. تمام كده يا جماعه؟ طيب طول السطر هاجي من عندي هنا، لما اجي اقيس اي حاجه من عند الطول بقيسها من عند الحته دي، ما بقيس من هنا. يعني ما ينفعش مثلا انا اقيس كده. طيب اقيس ازاي؟ يعني ايه اقيس ازاي؟ انا معايا رقم واحد وبقيس على طول، صح؟ لا انا عايزه اقيس، بس لو انا هقيس الطول الكلي او طول البلوزه او طول اي حاجه لازم اخلي رقم واحد ده هو اللي تحت. رقم واحد هو اللي تحت. ليه؟ عشان لما انا اقيس وانا واقفه كده، هقف كده اقيس، هشوف الرقم الكبير اهو، همسكه كده واعرف الطول بتاعي قد ايه. لكن لو العكس والرقم الكبير تحت، هاجي اوطي الاقي الماسوره نزلت وانا ما عرفتش الطول بتاعي قد ايه. دي حاجه. وتاني حاجه لما اقيس لحد، بدل ما اقيس واوطي كده قدامه، لا ما توطيش قدام، اوعي
ايوه بتقعد تدور حل. ما في ناس بتحترم ده وبتحترم ان انت بتعملي لها ابداع وبتوفر على نفسها كتير، وفي ناس ما بتحترمش ده. فاحنا لا، احنا واحنا واقفين بكل شموخ تقف كده، ولازم يعدي على النهج وعلى البطن وعلى كل حاجه، لازم كده. ما ينفعش تيجي تقيسي هنا مفيش، هنا مفيش حاجه شايفه، لكن هنا لازم كده ايه تقيسي. تمام. مش بناخدها من عند العضمايه. من هنا اكتب ايه هنا؟ من عند اول الرقبه، حركه الرقبه كده، اخر حركه الرقبه. طب لما اجي اقيس كده، انا اقيس كده عادي اهو، واحد هنا بقيس الدورانات. يبقى طول النهج عندي هنا 26 عند منتصف النهج بالظبط. لما باجي اقيس كده عند منتصف النهج بالظبط 26. خلاص. زي ما انا بكمل كده طول النهج، بكمل طول ايه؟ الوسط. على نفس الارتفاع كده بكمل ايه؟ طول الوسط. طول الوسط 44. الطول الكلي زي ما احنا قلنا هنخلي الرقم الصغير تحت والكبير فوق. طب هوصل لحد فين؟ لحد ما المازوره توصل للارض عندي كده. المازوره توصل للارض عندي كده. تمام؟ عشان اما جت من التانيتين بتوعي يبقى انا يا دوبك على مشط الرجل والحاجه تبقى طويله عليا. تمام؟ انا هعمل كده. 150. الطول الاساسي الكلي اللي دايما بنعمل اي موديل لما بعمل اسدال او عبايه او اي حاجه وعايزه ابيعها ومش واخده مقاسات حد واخده مقاسات متوسطه، بعمل الطول الاساسي 150. تمام. القصيره هتاثره شويه والطويله هيبقى يضغط على قدها. تمام. طيب طول الدراع هستأذن ياسين تعالى طبعا. لما اجي اقيس طول الدراع بقيسه من اول العظميه دي لحد طول الدراع. طب اقيسه ازاي؟ لو انا قست عند ياسين كده طول الدراع وهو فارد ايده، هنعمل كده بنوصل لحد العظميه دي، وهو فارد ايده كده لحد العظميه دي تقريبا 55. خلاص كده. طب لو تنينا ايده كده اللي هو الوضع الصح وعملنا كده 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 كام؟ 60. فرقت 5 سم. ليه بقى؟ لما بيفرد ايده ويجي يتنيها فكل ده بيرجع ورا. لما تعملي حاجه كده على طول كده وتيجي تتني ايدك تبص تلاقي ايه؟ الكوع شد القماش لورا فبيقصر. فلازم الوضع الصح هخليها تحط ايديها كده واعمل كده كده وكده. ولو هتني التانيتين بتوعي هتبقى لحد يا دوبك هنا معديه الرز كده. تمام كده عشان يبقى الطول معايا ثابت، ما يبقاش الكم قصير او ما ارجعش احط فيه حاجه تاني. طبعا لو في استك او في حاجه تاني انا بزود عشان تانية الاستك والكلام ده. تمام كده. طيب يبقى هنكون مثلا طول الدراع في المتوسط 65 مثلا. خلاص. دوران الاسوره لو انا عايزه اعمل لو انا هعمل فستان سواريه مثلا وعايزه يعني يا دوبك كده على الايد. طيب لو انا هاجي اقيس الاسوره هقيسها كده. طيب هتطلع من هنا؟ هتطلع؟ لا. طيب اجي اقيس الاسوره، انا عايزه القماشه ما فيهاش اي مطه، ما بتمطش يعني مش هتمط عشان تطلع. طيب اعمل ايه؟ بعمل كده كده. ده دوران الاسوره معايا. بعرف كده 26. خلاص كده. طيب لا انا عايزاها اضيق، بس 26 دي هتجيب لحد هنا هيبقى معقول. طب انا عايزاها اضيق او عامله ايدي كده وباجي عند اعلى حته دي برضو 22. خلاص. يبقى انا يا دوبك ال 22 دي اهي بصوا يا دوبك هقدر ان انا لو عملت ايدي هتخرج منها وهتخش منها. تمام كده. طيب القانونين اللي احنا بنتكلم فيهم مهمين جدا عشان ناس كتير بتتلخبط في حركه البط. قانون حركه البط، اعرف ازاي اجيب البط من هنا. باخد دوران اكبر حجم في الدراع. اكبر حجم في الدراع ايه؟ العضله اللي هي دي. صح كده. لما كل واحد كده كل واحده تعمل ايديها كده وتيجي تتني كده هتلاقي دي نشفت. لو انتوا اعملوا ايديكم كده وهتيجوا تتنوها كده هتلاقيها نشفت شويه. صح. فانا لازم اكون دي متنيه كده كده اهو، ولازم دي تبقى مرتاحه برضه. خلاص كده. ده كده دوران اكبر حجم. دوران اكبر حجم هنقول 34. 34 على 2 هيساوي كام؟ ها 17 زائد كام؟ 6 زائد 6 هيساوي كام؟
23 سم. يبقى انا دوران اكبر حجم في الدراع قسمته على 2 اداني 17. حطيت عليه 6 سم الاساسيه اداني كام؟ 23. يبقى انا هنزل بحردة الباط، شفتوا الخط اللي احنا بننزل بيه عند حردة الباط، هنزل بيه 23 سم. بعد كده اقوم ايه اقفل. تمام كده؟ طب ده قانون. في قانون تاني، طول نص الظهر. طول نص الظهر، نص الظهر اللي هو الايه؟ الوسط. صح؟ طول نص الظهر اهو على 2، يعني طول نص الظهر هنا 42 على 2 هيبقى 21. 42 على 2 هيساوي كام؟ 21 زائد 2 سم يبقى يساوي كام؟ 23 سم. يبقى ده زي ده. طب هتقولي لي ايه الفرق؟ طب ما انا ممكن امشي على ده عادي، ده صح وده صح. عايزه تمشي على ده تمام، عايزه تمشي على ده تمام. هيفرق مع كل واحده في ايه؟ لو الظهر عندك شايل او عالي ممكن يبقى الطول بتاع طول الوسط من ورا ممكن يبقى اكبر من الحرده دي. لو انت عندك دي رفيعه ممكن يكون عندك دي اعلى، لان في ناس جسمها نحيف بس دي عاليه جدا عندها. فانت لازم تاخدي مقاس الاثنين واللي يريحك فيهم. يعني لو الفرق بين ده وبين ده كتير يبقى انت امشي على ده. تمام كده؟ وصلت؟